بيقولك اشتريناه وبربوره على كمه، وفي الاخر لا عجبناه ولا عجبنا امه. ريني فايلر مدير الفني للنادي الاهلي اللي ما كانش حد يسمع عنه حتى في طبق اليوم، وكل اللي كانوا يعرفوه ممكن اهله واخواته والناس اللي حواليه في المقاطعه اللي هو ساكن فيها. وجه النادي الاهلي، والنادي الاهلي عمل له اسم كبير. مش هو طبعا اللي اضاف للنادي الاهلي، ما اضافش للنادي الاهلي حاجه. النادي الدوري بياخد البطوله دي بمحمد يوسف وباي مدرب موجود في مصر. فانا بقول لجماهير النادي الاهلي واداره مجلس النادي الاهلي، ما تتمسكوش برينيه فايلر اكتر من اللازم. عايز يمشي يمشي، عايز يمشي يتفضل، لان هو ما عملش اي اضافه جديده للنادي الاهلي، واي مدرب هيعمل اللي هو عمله رينيه فايلر. وبالنسبه للاخ كارتيرون نفس الشيء، مدير فني لاكبر نادي في الشرق الاوسط زي النادي الاهلي بالظبط، وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك رفع اسم كارتيرون في السماء، ونادي الزمالك عمل مباريات بمجموعه اللعيبه اللي موجوده فيه من احسن مجموعه لعيبه موجوده في مصر، فرجاني ساسي واشرف بن شرقي ونجم واوباما وطارق حامد. صراحه عملوا من كارتيرون مدرب كبير قوي، وصعب جدا اللي عمله كارتيرون مع الزمالك يعرف يحققه مع اي نادي تاني. وانا من هنا ورؤيتي المتواضعه بقول لحضراتكم ان الاتنين دول رينيه فايلر وكارتيرون عمرهم ما هيحققوا الصورة اللي حققوها في الأهلي أو في الزمالك. فأقول للزمالك ما تزعلش عليه أيضا. نيجي بقى لإدارة النادي الأهلي في تعاقد وإبرام الصفقات. أنا شايف بصراحة إن كل صفقات النادي الأهلي فاشلة، وتعاقده مع محمد إبراهيم فعلا هتكون صفقة خاسرة جدا جدا، وورقة يعني مش هتفيد النادي الاهلي، وهيبقى زيه زي كهربا. طبعا كهربا برضه ايه، الاهلي ما استفادش بيه، ودي كانت غلطه كبيره جدا من القائمين على اختيارات اللاعبين والتعاقدات مع اللاعبين، ان هو يختار كهربا انه يلعب للنادي الاهلي، لان شخصيته مش هي الشخصيه اللي تلعب في النادي الاهلي. ولاعيب بيضيع فرص كتير جدا، يعني بيضيع 20 فرصه على بال ما يستغل فرصه من اللي بتجيله. النادي الاهلي عايز لعيب من نص فرصه يجيب جول، وهو عنده امثله زي كهربا كتير. كان المفروض. والاخ بادجي ان الجمهور بيستعجل في الحكم عليه، وبيحكم عليه هو والساده النقاد والاعلاميين انه يعني فرود من طراز جامد قوي. صراحه انا شايفه لعيب عادي، ومفيش بينه وبين ان هو فز يعني علاقه مرئيه. شايفه مهاجم عادي جدا، امكانياته عاديه جدا جدا. مفيش اضافه لخط هجوم النادي الاهلي ببادجي نهائي خالص، لان اللي موجودين ممكن يكونوا احسن منه. هنيجي لطاهر محمد طاهر، وتعتبر الصفقه اللي نوعا ما ممكن تفيد النادي الاهلي. بس طاهر محمد طاهر فيه عيوب كتير جدا جدا. عيبه ان هو لعيب مزاجنجي ونرفز، يعني لو حد ضايقه في الملعب، حد استفزه، سهل جدا يلبسه انذار ويلبسه الانذار التاني، او هو بنفسه بيلبس نفسه الانذار التاني لما بيقلع التيشيرت اول ما بيجيب هدف ويخسر فريقه. لاعب عشان يجيب جول يقوم مخسر الفرقه بتاعته لاعب، وده من اهم عيوب طاهر محمد طاهر اللي الاهلي المفروض كان ياخد باله منها قبل ما يتعاقد معاه. هنيجي لجيراردو، والمستوى طبعا واضح للكل ان هو لعيب كتقييم لعيب كوره ما عندوش الامكانيات والطموحات اللي هي تفيد نادي زي النادي الاهلي او يعمل الفرق في الفريق. لان جيراردو من اللعيبه اللي هي انا مش شايف فيه اي ميزه كلاعب كوره غير انه نوعا ما سريع وبيعمل كرات عرضيه جيده، لكن كمهاره وكمراوغه وكاختراق وكاسيست في اللعب انا شايفه لعيب عادي جدا جدا. ديانج
صراحة هو الصفقة الوحيدة اللي أنا بشكر اللي عرف يجيب ديانج النادي الأهلي، وبقول له فعلا عينيك جيدة، وعينيك عين واحد لاعب كورة أو كوير بمعنى اللغة الرياضية، لأن ديانج هو الوحيد اللي ممكن تلاقيه يحدث الفارق في النادي الأهلي وتحس بوجوده من عدم وجوده. ديانج من اللعيبة المؤثرة جدا في النادي الأهلي بدنيا وفنيا، وصراحة بيبقى مالي المنطقة اللي بيلعب فيها، ولو مش موجود هتحس بغياب. زي ما قلت فعلا في عين ممكن تختار لعيب يفرق ويفيد الفريق، وعين تانية ممكن تجيب أكتر من صفقة فاشلة للنادي.